فضائل الصحابة الكرام كما نطق به كتاب الملك العلام. طبعا الذين يعني يطعنون في الصحابة نقول يعني هم لا يؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهم دين آخر، لأنهم لو كانوا يؤمنون بالقرآن لا أجروا هذه الآيات وآمنوا بهذه الآيات، ولو كانوا يؤمنون بالبخاري ومسلم والسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لوجدوا أيضا الأحاديث الكثيرة المتواترة التي تنطق بعدالتهم والتي يعني تشهد يعني لهم. قال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسطا يعني عدولا، يعني ليس كما يفهم بعض الناس ان وسط يعني احنا ناخد نص الدين ونسيب النص يبقى احنا كده وسط. وسط يعني عدول، لأن العدل هو الذي تقبل شهادته. قال أوسطهم أي أعدلهم، مش اللي هو إيه أوسطهم في السن مثلا، وسطا أي عدولا. ولذلك قال: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولذلك يعني أتى في تفسير هذه الآية: يدعى نوح يوم القيامة فيقول الله عز وجل: يا نوح هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقول لقومه: هل بلغكم؟ فيقولون: لا. يكذبون على الله عز وجل. فيقول الله عز وجل لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فهذه الأمة تشهد لكل الأنبياء، لأننا علمنا من القرآن ومن السنة الصحيحة أن هؤلاء الأنبياء الكرام بلغوا ما أمرهم الله عز وجل به، فنشهد لهؤلاء الأنبياء الكرام يعني يوم القيامة. ويكون الرسول شهيدا علينا أو على هذه الأمة. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وطبعا الصحابة هم المشافهون بالخطاب، وكذلك جعلناكم، وإن كانت الآية يعني عامة في الأمة، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة هم أعدل الأمة وهم المشافهون بالخطاب. كما في خطاب أيضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالخطاب لكل الأمة أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن المشافهون بالخطاب أولا هم الصحابة. ولذلك قال عمر: نزلت فينا، أو تقول الأمة يعني هي أفضل أمة وخير أمة أخرجت للناس، وخير هذا الخير هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما دلت الأدلة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.